السلام عليكم كل متابعين قناه، ازاي يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. النهارده الاحد 24 سبتمبر. موضوع حلقتنا النهارده عن اغلاق شواطئ في اسكندريه من بدايه هنا في سيدي بشر للمنظره في شرق اسكندريه. الكلام هذه الايام ان شاء الله هيتم في 1/10 باذن الله اغلاق بعض الشواطئ في شرق اسكندريه. ليه؟ لتوسعه البحر، لتوسعه الكورنيش. هيكون البدايه من هنا من شاطئ السرايا، خلاص تم اغلاقه ورفع اليافطه عليه. الشاطئ مغلق للتوسعات، والشركه المنفذه خلاص حطت المكاتب والكونتينرات بتاعتها في شارع محمد نجيب، وايضا هنا على اسوار شاطئ السرايا. الشركه المنفذه وضعت المعدات او بعض الحواجز الخاصه بيها. احنا فين حاليا؟ احنا عند المكان اللي انا من وجهه نظري شايفه اللي هو سبب في الاختناق المروري من بدايه توسعه البحر في عهد عبد السلام المحجوب. اللواء عبد السلام المحجوب رحمه الله عليه، اللواء عبد السلام المحجوب رحمه الله عليه في محافظه اسكندريه بدا في توسعه البحر او الكورنيش سنه 2001 الى 2005 غالبا. ولكن هذه النقطه اللي امامكم الاشاره دي طبعا ده شارع الطفوله السعيده، وده مدرسه سيدي بشر. كان زمان مدرسه سيدي بشر كان اسمها الملجأ الإسرائيلي أو الملجأ اليهودي، كان اسمه ملجأ الطفولة السعيدة، ملجأ أطفال يهودي. طبعا كان يخص الجالية اليهودية في شرق اسكندرية، والشارع اتسمى باسمه الطفولة السعيدة، وإلى الآن الشارع اسمه الطفولة السعيدة، ولكن تم تغيير المبنى وأصبح مدرسة سيدي بشر. تمام. بالنسبة للمكان اللي أمام المدرسة اللي أمامكم شايفين كده، في حارتين فقط، حارتين للنزول وحارتين للخروج. فطبعا بيبقى القادم من زيزانيا جليم حوالي 4 حارات او 5 حارات غالبا، فبيتم الوصول الى هنا الى هذا المكان حارتين. فبيحصل القادم من الشرق المنظره لعصافره، والقادم من الوسط بيحصل هنا في اختناق مروري امام مدرسه سيدي بشر، بالاضافه الى وجود كمين او لجنه باستمرار هنا طبعا. فسواقين المشروع او اي سواق بيهدي وبيقف، طبعا اجباري بيقف للاشاره، فبيحصل هنا اختناق مروري. لان هنا المكان ده بيفكرنا زمان قبل توسعه المحجوب الله يرحمه امام فندق سان جوفان. امام فندق سان جوفان قبل التوسعه او قبل بناء كوبري ستانلي كان الموضوع صعب جدا، خصوصا في اوقات زي رمضان قبل الفطار. كان الخروج او اللي انت تروح قبل المغرب من عند سان جوفان زمان سنه 2000 مثلا في التسعينات كان صعب جدا، وايضا في المنطقه منطقه سبورتنج. ولكن شرق اسكندريه طول عمرها ما فيش فيها مشكله في الزحام، خصوصا بعد 45 الى المنظره، الا هذه النقطه من وجهه نظري. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد على اسكندريه يوصل لكم. الاهم ما تنسوش الاعجاب من اسفل الفيديو. لكن الاسئله المطروحه حاليا، هل هيتم توسعه البحر من اول هنا لحد المنظره؟ الله اعلم، لسه الدنيا مش هتبقى واضحه. كام حاره الله اعلم، برضو لسه الدنيا مش واضحه. هيعملوا ايه في سيدي بشر عند جامع مزلقان سيدي بشر او دخلة سيدي بشر عند فندق رمادة؟ الله اعلم. هل التوسعه الجديده هتبقى متناسقه مع توسعه شاطئ البروفاج 45 الجديد والكوبري الجديد والممشى الجديد؟ الله اعلم. كل ده هيظهر في الايام القادمه لما يتم الافصاح عن المشروع بتفاصيله بالماكيتات. ولكن حاليا الثابت اللي ان شاء الله هيتم اغلاق هذه الشواطئ من 1/10. واحنا كده للاسف اتضحك علينا، احنا اسكندرانيه اتضحك علينا، احنا اولادنا
احنا كنا المفروض باذن الله هنصيفه من بدايه المدارس 1/10 وننزلوا الميه. للاسف احنا كده اتحرمنا هذا الصيف من نزول المياه. مش مشكله، الحمد لله على كل شيء. يعلم الله لسه ما نزلناش الميه لحد دلوقتي. كنا في انتظار الوقت بتاعنا بقى مع 1/10 كده مع بدايه المدارس، ولكن كده هيتم اغلاق الشواطئ. ممكن بقى ننزلوا ستانلي بقى او نروحوا بحري. بالنسبه لتوسعه البحر، ناس كتير فاكره ان عبد السلام المحجوب رحمه الله عليه، اللواء عبد السلام المحجوب هو اول من قام بتوسعه بحر كورنيش اسكندريه. لا طبعا، تاريخيا الخديوي عباس حلمي الثاني هو اول من ردم البحر. الخديوي عباس حلمي الثاني هو اول من ردم البحر، غالبا في من بدايه 1909 1911 1912، وبدا بالكيرف المينا الشرقي. بدا بالكيرف بتاع المينا الشرقي من مسجد الصايلين كده الى السلسله، يعني من السياله الى منطقه الشاطبي، منطقه السلسله امام مكتبه اسكندريه. وبعد كده يعني البحر كان في عهد محمد علي الى عهد عباس حلمي الثاني، البحر كان واصل الى فندق متروبول، اسانسير فندق متروبول، او سلم مسجد الاباصيري ومسجد المشرب العباس، مسجد ميبر باشا. كل ده كان بدايه البحر، فتم ردم هذه المنطقه كلها حوالي نمرتين من على البحر لإنشاء ممشى الخديوي عباس. ممشى الخديوي عباس أو متنزه عباس أو متنزه نظلي، اللي هو حاليا احنا بنسموه سور المينا الشرقي الأثري. وبعد كده اللواء المحجوب رحمة الله عليه عمل توسعة كبيرة جدا 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 في سنة 2000. وإن شاء الله السنة دي طبعا في شهر 10 اللواء محمد الشريف هيقوم بثالث توسعة هتتم في تاريخ اسكندريه عبر عصرها الحديث. الشركه المنفذه اللي هي الغرابلي اهي، معداتها وكونتراتها وحاجاتها هنا اهو في ميدان محمد نجيب، ولكن لسه مفيش تحرك دلوقتي على الارض الا مع خروج اخر مصيف ان شاء الله. فباذن الله هيتم الاغلاق 1/10. احنا فين دلوقتي؟ احنا امام شواطئ ابو هيف القديمه اللي تم تقسيمتها الى ناس حقي طبعا، واسماء كتير طبعا، اسماء ليها كل احترام وليها كل التقدير. فين احنا كده؟ امامنا شارع محمد نجيب، متقاطع معاه شارع البكباشي العيسوي وشارع خالد بن الوليد وشارع جمال عبد الناصر، ثم نفق محمد نجيب، ثم شارع ملك حفني بحري، ثم القطار ابو قير، ثم ملك حفني قبلي، ومنطقه درباله، منطقه درباله ومنطقه مساكن الامريكان. ان شاء الله نعمل لكم حلقه قريبه عن هذه المنطقه. ايضا في تساؤلات بالنسبه للاماكن اللي هيتم استقطاعها من الشاطئ. غالبا والله اعلم هي الاماكن اللي فيها الكافيتريات، يعني شايفين احنا ماشيين عليه ده الممشى ده طبعا، ده دي مثلا حاره اهي، دي حاره، وهيتم ممكن اخذ كمان حاره ولا حارتين كده، فهيبقى كل الاستغلال من المكان اللي فيه الكافيتريات غالبا والله اعلم. يعني هيبقى بس طبعا البلاج هيتاثر، ولكن هيتاثر غالبا، وانا مش متخصص، ولكن احتمال كده هيبقى كل الاستقطاع هيتم من خلال المنطقه بتاعه الكافيتريات والكافيهات اللي على البحر. ان شاء الله نتمنى الخير لبلدنا ولمحافظتنا ولاهلنا كلنا، وهارد لك لكل اللي كانوا جايين معانا في شهر 10 يصيفوا او ينزلوا الميه. احنا زيكم والله ما نزلناش، ان شاء الله تعوض باذن الله الصيف الجاي، او تعالوا في الوسط من اول ستانلي كده او الشاطبي وبحري والانفوشي، وفي طبعا الشواطئ الخاصه في المعموره الشاطئ والشواطئ العامه والمنتزه. يعني طبعا في بدائل كتيره جدا في اسكندريه للي عاوز يجي يصيف. تعالوا في المنتزه، في المعموره الشاطئ، في ستانلي، في الشاطبي، في بحري، الى ان تصلوا الى راس التين. اتمنى اكون اسعدناكم، واشوفكم ان شاء الله في تفاصيل جديده باذن الله عن اخر مستجدات توسعه البحر.
اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد اسكندريه يوصل لكم. الى ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو.